كنت هموت ونفسي اعمل الترند بتاع الكيكه اللي بالمانجا، واخيرا جبت حاجات بقى اللي لقيت نفسي عندي كيكه، قلت يلا ما بديهاش، وجبت الكريم جانتيه وقلت بعملها لكم بقى ايه النهارده. جبت الكريم جانتيه، وبعدين كيس كريم جانتيه ده ب20 جنيه يا جماعه، ب20 جنيه. رحت حطيته بقى، وعندي نص كوبايه لبن كده، تبقى ساقعه متلجه. ماشي، رحت حطاها برضو، واهو لقيت نفسي بقى ايه، خلاص كده كفايه كده عشان ما تطلعش خفيفه. وبعد كده بقى ايه، هضرب بقى بالمضرب. طبعا ما عنديش مضرب يد يعني غير المضرب اليدوي ده، بس شغال يا جماعه جدا، بس ايه بيحتاج ان انتوا ايه تضربوا اكتر، يعني ايديكوا هتوجعكوا شويه بس مش كتير والله، يعني حلوين يعني. وطبعا بقى رحت جبت الكيكه. حطوا لايك بقى يا جماعه، واشتركوا في القناه، واكتبوا لي كومنت عملتوها ولا لسه. وجبت بقى الكريم جانتيه، طبعا سقعته في التلاجة. ماشي، وبعدين جبت عليهم بقى ايه، قلت سقي الكيكه بايه، بكوبايه لبن. انا طبعا ايه، كانت صينيه صغنونه خالص، صينيه البايركس دي. صينيه البايركس دي يا جماعه انا بخاف منها احطها في الفرن، هم اصلا بيحطوها في الفرن عادي، بس انا بخاف تفرقع في وشي. المهم بقى رحت حاطه عليها كريم جانتيه. طبعا لقيت الكيس الكريم جانتيه عايز اكتر، فانا عملت بقى ايه، استسلمت ذكيه، رحت اسمه الكيكه، اسمه قطعه الكيكه دي اسمنتها نفسها. ماشي، وحطيت عليها كريم جانتيه، وقطعت بقى المانجا. مانجا يا مانجا مانجا، عايزه اقول لكم يا جماعه، المانجا دي يا جماعه عشان ما تتخموش، رحت لقيتها الراجل حاطط عليها اسمها عويس. بكام بقى كيلو؟ 45 جنيه. جوزي قال لي ايه ده، دي هي اصلا ب 70 و80 جنيه. طلعت حاجه تانية، بيضحكوا علينا الناس يا جماعه. طلعت العويس فيها غش كمان، بس طعمها تحفه، عمل شبه اللي هي زين وبلبن. يا جماعه انا يا جماعه عملت زين وبلبن في البيت يا جماعه. تمام. جبت بقى منجوجة وريمونتادا، مش عارفة اسمها ايه في اللبن يعني. بس يا جماعة تحفة تحفة، جربوها تحفة جدا. يلا حطوا لايك واشتركوا في القناة لو عجبكم الفيديو، وبس كده، باي باي.